ياسين نون. نحب نأكد للمستمعين ونقول لهم اللي رفيق عبد السلام هو ولد عمتي اللي هي حليمة ناجي بوجناح اللي هي أخت بابا، وبالتالي أنا بنت خاله. قابلته في الشرطة في موضوع تعجل يخص العائلة، معناتها الإعلام من برانسيب ما عندوش علاقة بالأمور الشخصية. مشيت أنا وقابلته بعلم من زوجي اللي هو كيف يقرب له وأسير منطقة الحامة واللي هو من العائلة زاد زوجي. الحمد لله إنه كان على علم. حبيت نقول لهم اللي كان هما عندهم غرض شخصي برفيق عبد السلام ومستهدفينه، فإذا بيا ما يدخلوش الحياة الشخصية نتاع العباد في الإعلام. هو ما عندوش حتى شيء باش يخبيه، فهمت. وقتها انا كلمته كان في مكتبه عنده اجتماع، فهمت، وقعد الساعه متاخره شويه، فهمت. كان باش يقابلني في مكتبه لكن للاسف ما نجمش يقابلني خاطر قعد الوقت متاخر نهارتها، فهمت. عنده اجتماع في الوزاره، قال لي امشي للشرطه ونتا نجيك غاديك نتقابلوا ونحكيوا في الموضوع. كان باش يقابلني في الوزاره، فهمت. ما عنده حتى مشكل. زوجي مقرر انه مش يرفع قضيه ضدي ألفة الرياحي اللي قامت بتشويه سمعتي وانا متزوجه والام لزوز اطفال، وتشويه زاده سمعه ولد عمتي. حقا ما تنشر خبر الا ما تتاكد منه ومتاكد من سيره القرابه، خاطر هو قال اللي هي قريبتي، وهي باقي تتكلم وتقول اللي فرنسيد تشوف سندات وتشوف وترجع برشا حاجات قبل ما تعمل حاجات كيما هذه. حريه الاعلام انهم يمسوا العباد في اعراضهم صراحه حاجه تاسف بدون تعليق.